بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا مزيان وديما تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناة مريم المتنوعة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفة. هاد الوصفة هذه من انجح الوصفات اللي كتحيد لينا الشيب من الشعر، كتطول لينا الشعر وكتعالج لينا الشعر التالف يعني، وكترد الشعر ناعم كالحرير. بطبيعة الحال إذا داومنا عليها، وصفة بسيطة، المكونات متوفرة في أي بيت وسهلة. بقاو معايا تشوفوا طريقة الاستعمال. أول مكون في هذه الوصفة هذه قهوة سريعة الذوبان أو نسكافيه، اللي هو المكون الرئيسي في هذه الوصفة هذه. وبالنسبة للمكون الثاني ديال هذه الوصفة، عندنا هنا صفار ديال البيض، بيضة واحدة. ونبداو على بركة الله. طريقة الاستعمال: غادي نضيف معلقة صغيرة وغادي نزيد نصف معلقة صغيرة ديال نسكافيه، معلقة صغيرة ونصف ديال نسكافيه، وغادي نمزج المكونات ديالي جيدا، نمزجوها مزيان حتى كتذوب لينا ديك نسكافيه مع البيض. وبالنسبه لهاد المكونات، اللي شعره قصير اما اللي شعره طويل يضاعف المكونات. وصفه زوينه وكتقضي لنا على الشيب وكتطول لنا الشعر، غير خاص المداومه. نمزجوا المكونات جيدا حتى تذوب لينا ديك نسكافيه مع البيض. بالنسبه للشعر ديالنا خاصو يكون يعني غير نظيف، ما نغسلوش من قبل حتى نديروا هذه الوصفه هذه. طريقه الاستعمال: كنقسموا الشعر الى خصال وكنوزعوا الخليط ديالنا من الجذور الى الاطراف، ونركزوا جيدا على الجذور اللي كيكون موجود فيهم الشيب وفروه الراس. نوزعوا الخليط من الجذور الى الاطراف. وهاد الوصفه هذه على الاقل خاصنا نديروها 2 مرات في الاسبوع باش نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. خاص المداومه على هاد الوصفه هذه، يعني وصفه سهله وبسيطه وفيها نتائج جيده، كتخلصنا من الشيب وفي نفس الوقت كتطول لنا الشعر وكتعالج لنا الشعر التالف. المهم البنات، من بعد ما نوزعوا الخليط ديالنا على الشعر من الجذور الى الاطراف، غادي نجمعوا الشعر ديالنا على شكل كعكه وغادي نغطيه بغطاء بلاستيكي على الاقل لمده ديال ساعه ونصف على الاقل. ومن بعد غادي نغسلوا الشعر ديالنا مزيان بالشامبو، نديروا البلسم اللي كنستعملو. هاد الوصفه كيف قلت لكم مرتين في الاسبوع باش نحصلوا على النتيجه اللي بغينا. وبالنسبه هاد الوصفه البنات اللي شعرهم زعر، هاد الوصفه هذه تقدر تغير لهم اللون. هذه نقطه بغيت نضيفها بالنسبه للبنات اللي شعرهم يعني اشقر، هاد الوصفه راه غادي تغير لهم اللون باش تكون في العلم ديالكم. المهم البنات، هاد الوصفه هذه راها رائعه، كتحيد لنا الشيب ديالنا وكتطول لنا الشعر وفي نفس الوقت كتعالج لنا الشعر التالف وكترجعو ناعم كالحرير. وصفه بسيطه بملعقه ونصف ديال نسكافيه وصفار بيض كنحصلوا على شعر رائع بدون شيب، طويل ناعم كالحرير. جربوا البنات هذه الوصفه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني باشتراك وتعليق ولايك. مع السلامه.